السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اخواني اخواتي فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم بريوات او لينيم على الطريقة الاسيوية، كيجيو غزالين وبنانين، كيحماقوا عليهم وليداتي. المكونات اللي فيهم ساهلين، ما كنحتاجوا لا نطيبوهم لا والو، كنطحنوهم وكنعمروهم. بالنسبة للمقادير، خديت شامبينيون المجفف، فزقته في شوية الماء طيب وغسلته مزيان. تقريبا هنايا درت زلافه مع مرش، وهنايا زلافه ديال الفيغميسيل فزقتها حتى هي في الماء طيب وصفيتها. شويه ديال الكرافس، تقريبا 4 ديال الوريقات اولا ريشات. هنايا 3 ديال الفصوصات ديال الثوم، وخيز زوه محكوكه في حكاكه اللي هي الغيضه. بالنسبه للتوابل، خديت معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال البزار، شويه الملح، وكنوره ديال البقري، وشويه ديال السكر. طحنت كلشي في الهاشوار حتى نسجم كلشي هذاك الشيء مع العطريه. وعاد غادي نزيد عليهم تقريبا خديت هنا 20 درهم ديال الكفته، وشويه ديال الصدر ديال الدجاج كان عندي طحنته حتى هوايا، وغنخلطهم مع هاد التوابل اللي درت المره الاولى، المكونات الاولين. وغنزيد معاهم شويه ديال لاصوص الصوجا، تقريبا درت 2 معالق كبار. كنعاود نخلط مزيان حتى كينسجم كلشي المكونات. هاد الحشوه كتجي ساهله وما كتحتاجش كما قلت لكم اننا نطيبوها اولا نشحروها عاد نعمروا بها هاد ليني. بالنسبه لهاد الخليط اللي خلطته مزيان، هانتوما كتشوفوا راه ولات انسجمات مع التوابل ومع هذيك الكفته ومع صدر الدجاج. وبالنسبه لهاد الكميه اللي درت، كتبقى التوابل على حسابها، يمكن لكم تقلوها اولا تكثروها. هنا غادي نضرب واحد البيضه كامله بالصفر ديالها، وغادي نخلطها معاها حتى كينسجم مزيان حتى هو. وغادي نوجد الورقه باش غادي نعمرهم. هنا غير الرائحه ديال هاد المكونات اللي فيهم كيطلعوا غزالين. بالنسبه لهاد المقادير اللي قلت لكم، كتبقى على حسب الكميه اللي عندكم. كل واحد الا كانت مثلا عندكم قليله المقادير كنقلوا من التوابل باش تجينا هي هذيك في المكونات. هنا خديت انا الورقه ديال البخار، خديت نص كيلو، كنقسمها على 2. كندخلو هذيك الجانب اللي كيكون فيه الحروشيه كنديروه لداخل، واللي كتكون ملسه كنخليوها على برا باش كتجينا في القليه كتعطينا واحد اللمعان. هنا كناخذوا واحد الكميه نديروها على شكل سيجار، كنحاولوا نرقوا ما نكونش كميه غليظه، وكناخذوا الجوانب نطويوها عليها، وكنتمو غاديين كنبرموا فيها حتى ما كتبقاش تبان لينا هذيك الحشوه اللي فيها، حتى كتغطى بالورقه. بحال دابا انا عندي الورقه كبيره، كنبقى غادي كنبرم، ملي كنشوف الحشوه مابقاش كتبان ليا كنقطعها هكا صافي، وكنلصق بشويه ديال الدقيق مع الماء كيما موالفين، وكنستمر. نعاود واحده اخرى معكم. كنبقى غادي هكا كنطوي فيها، ملي كنشوف الحشوه صافي مابقاش كتبان ليا، يعني صافي تغطات بالورقه مزيان، كنقص من هذيك الورقه وكنسد هكا بالماء والدقيق. بالنسبه هاد الطريف اللي بقى ليا من الورقه ما غاديش نرميه، كنعاود نديرو على شكل مثلث، وندير حتى هو فيه كميه اللي هي دائما كنقول لكم تكون رقيقه ما تكونش غليظه بزاف. وكنطوي هكا، كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه كلها، وكندوزو باش نقليوه. طريقه سهله. هنا الورقه انا ما دهنتهاش لانني غادي نقليها. الا بغيتو تدخلوها الفران كدهنوها بالزبده او الزيت باش كتحمر لكم وكتقرمش. بالنسبه للقلي كنديروا الزيت حتى كيسخن، من بعد كنخليو العافيه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش طيب لنا على خاطرها، حتى كنحمروها هكا من الجوانب. هاد الحشوه كما قلت لكم ديال هاد لينيم رائعين، وكتشموا الريحه ديالهم ملي كيبداو يتقلاو، ملي مازال كاع ما كيتقلاو باقيين غير تنخلط فيهم كيعطيو واحد الريحه وكتحسي بواحد البنه فيهم رائعين، يعني مغايرين للعاده اللي موالفين كنعمروا بهم البريوات. هنا راه بداو كياخذوا اللون ديالهم الذهبي.
هاد لي نيم جاو رائعين ولداد بزاف بزاف. جربوهم وان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وبشي تعليق باش تشجعوني بالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.